السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني بفيديو جديد بعد الامتحانات وبعد العيد وبعد الانتخابات وبعد الحاجات دي كلها. طبعا اخر فيديو كان عن اهمية السفر وليه لازم تسافر وليه لازم تاخد خطوة السفر وقد ايه هي خطوة مهمة في حياتك. في الفيديو ده هكلمكم عن اول خطوة تاخدها عشان تسافر. الحاجة اللي انا هقولك عليها دي لو انت عملتها، الخطوة اللي انت هتاخدها او القرار اللي انت هتاخده هتكون مقتنع بيه تماما. طيب الحاجة دي إيه؟ بص كده الموضوع ببساطة شديدة جدا. قبل ما أسافر تركيا والدي قال لي اعمل لي ورقة اكتب فيها مقارنة بين مصر تركيا وأي دولة تانية في بالك عايز تسافر لها. عملت الورقة دي وكتبت فيها لو أنا قعدت في مصر، لو أنا سافرت تركيا، لو أنا سافرت روسيا، لو أنا سافرت أي دولة في بالي. ففي الفيديو ده هقول لك إزاي تعمل الورقة دي وقد إيه هي مهمة جدا عشان تقرر قرار صحيح. كل اللي عليك ان انت تعمله ان انت تجيب ورقه وقلم واكتب مع الوصفه، بهزر طبعا، لا بجد. هات ورقه وقلم وتكتب فيها مقارنه بين مصر وكل الدول اللي في دماغك. اي دوله انت في دماغك عايز تسافر لها حطها جنب مصر. هتعمل ايه في الورقه دي؟ اول حاجه هتقسمها اجزاء، ولنفترض على سبيل المثال ان انت كتبت مصر، تركيا، روسيا، اوروبا، الصين وامريكا. طبعا شيلها من دماغك خالص لان الدراسه في امريكا غاليه والسفر ليها صعب جدا. طيب دلوقتي انت عندك في الورقه مصر، تركيا، روسيا، الاتحاد الاوروبي، الصين. تمام. الاجزاء اللي انت هتعملها دلوقتي في الورقه كالتالي. اول جزء اللغه. طبعا مفيش اي دوله بتتكلم لغه غير لغتها. لو الدوله دي بتتكلم انجليزي هتلاقيهم بيتكلموا انجليزي بسيط. فاول حاجه انت هتكتب فيها كده ان انت لو قعدت في مصر فانت مش محتاج ان انت تتعلم لغه. كل اللي انت ممكن تكون محتاجه ان انت تقوي اللغه الانجليزيه بتاعتك. طيب لو انت سافرت تركيا فانت وش محتاج تتعلم اللغه لان هنا مفيش اي حد بيتكلم انجليزي. انا حصل لي موقف اول ما جيت هنا تركيا جديد، رحت صيدليه وكان في واحد هناك واقف في الدور ورايا. انا وقتها ما كنتش عارف تركي نهائيا، كنت بحاول اتكلم مع الموظفين في الصيدليه محدش كان فاهمني خالص. الراجل اللي ورايا كان مدرس لغه انجليزيه فكلمته انجليزي وهو قعد يترجم لهم. مع ان هو كان مدرس انجليزي لكن كان الانجليزي بتاعه برضه ضعيف. عشان كده تركيا مفيش حد فيها بيتكلم انجليزي، واللي بيتكلم انجليزي بيتكلم انجليزي ضعيف جدا. فانت لازم هتتعلم اللغه التركيه لو انت سافرت تركيا. في تخصصات كتير جدا باللغه الانجليزيه لكن برضه عشان تتعامل مع الشعب فانت محتاج اللغه بتاعه البلد نفسها. تاني جزء معانا بعد اللغه وهو التخصص. انت دلوقتي خلصت ثانويه، قدامك الدرجه بتاعتك، في دماغك تخصص معين انت عايزه. هنا بتقارن الدرجه بتاعتك دي اللي انت جايبها في الثانويه هتدخلك التخصص بتاعك في مصر ولا في تركيا ولا في روسيا ولا في الاتحاد الاوروبي ولا في الصين. فبالطريقه دي انت بتشوف اذا كانت الدرجه بتاعتك دي تقدر تدخلك تخصص في انهي دوله، بالتالي تقدر تقرر انت هتسافر او هتقعد في مصر. الجزء الثالث معانا بعد التخصص وهو شهاده التخرج، وعلى اساسه الجامعه اللي انت هتدرس فيها التخصص بتاعك. هل الجامعه دي معتمده او لا، بحيث ان انت تقدر تشتغل بالشهاده اللي انت هتاخدها منها او لا. وعلى اساسه هنا هتقدر تقرر ان انت لو قعدت في مصر فانت هتشوف الجامعه اللي انت هتقبلك في التخصص بتاعك في مصر هل هي معتمده في المكان اللي انت عايز تشتغل فيه بعدين او لا. هتسافر تركيا، الجامعه اللي هتقبلك في التخصص بتاعك هل هي معتمده في اوروبا او المكان اللي انت عايز تشتغل فيه او لا. الجزء الرابع معانا بعد اعتماد الشهاده وهو الخدمات. بتشوف المكان اللي انت هتقعد فيه ايه الخدمات اللي هيقدمها لك، بحيث ان انت لو قعدت في مصر فانت مده دراستك او قعدتك في مصر ايه الخدمات اللي هتقدم اليك من الدوله. او لو انت سافرت تركيا ايه الخدمات اللي انت هتاخدها او هتستفيد بيها من الدوله. برضو لو انت سافرت الاتحاد الاوروبي ايه الخدمات اللي انت هتلاقيها هناك. لو انت سافرت روسيا، سافرت الصين، كذلك نفس الوضع. فانت بتشوف الخدمات الموجوده في المكان اللي انت حابب تقعد فيه، على اساس كده برضو بتقرر انت تسافر فين. وبرضو خد بالك الحاجات اللي انا بقول لك عليها دي مش تحت شرط دراسه بس، لا، ممكن الحاجات دي انت تفكر فيها او تعمل لها مقارنه حتى لو انت بتفكر تسافر عمل او بتفكر تسافر للمكان ده بحيث ان انت تعيش فيه.
الجزء الخامس معانا بعد الخدمات وهو الحياة المعيشية، وقصدي هنا بالحياة المعيشية اللي هي الرواتب، الأسعار، الشغل، الأمن والأمان في المكان اللي أنت عايز تقعد فيه. الحاجات دي كلها لازم برضو تفكر فيها. أسعار الدراسة، أسعار الحياة نفسها، أسعار الإيجارات، أسعار كل حاجة، الرواتب اللي أنت ممكن تاخدها لو أنت اشتغلت في المكان اللي أنت هتقعد فيه. الحاجات دي كلها برضو لازم تفكر فيها. الجزء السادس معانا بعد المعيشة وهو الفرص. جزء الفرص ده مهم جدا ومن أهم الأجزاء، بحيث ان انت المكان اللي انت حابب تسافر او تقعد فيه، ايه الفرص اللي انت ممكن تلاقيها هناك. يعني لو انت قعدت في مصر، ايه الفرص اللي انت ممكن تلاقيها؟ قعدت في تركيا، الفرص اللي انت ممكن تلاقيها؟ قعدت في اوروبا، وهكذا. وطبعا في الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لك مقارنة تفصيلية لكل جزء من الاجزاء اللي انا قلت لك عليها، من ناحية الفرص، المعيشة، الخدمات، الدراسة، العمل، كل حاجة. فاستنوا الفيديوهات الجاية واشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي جديد، وحطوا لايك وحطوا تعليق، قولوا لي فيه رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.